واش كاينه مؤامره من الفيفا على المغرب؟ اجي تشوف حقيقه ونكتشفوا كل حاجه بوحدها. نبداو بكل مشكل بوحده. مشكل التذاكر. مشكل دائما كان مطروح سواء في الدور 16 او الربع وحتى النصف النهائي والنهائي لن يكون استثناء. راه اكبر تظاهره كرويه في العالم، راه كل شيء جنسيات العالم باغيه تتفرج. يا ربي غير بلاصه قهوه وما كتلقاهاش، وضروري خاصك تشد بلاصه ساعتين قبل، فما بالك بملعب يحتضن نصف نهائي كاس العالم. ومع ذلك دخل الجمهور المغربي بكثافة وشجع المنتخب المغربي. سعة الملعب كانت كتجاوز 68 ألف متفرج، حوالي 60 ألف متفرج مغربي دخل في مباراة فرنسا والمغرب. ثاني حاجة اللي هي تغيير خطة اللعب. المدرب وليد الركراكي كان مضطر أنه يبدل التشكيلة بسبب الإصابات. أولا أنه بدلها من 4-1-4-1 إلى 5-4-1 بسبب الإصابات اللاعبين اللي هما وسط الدفاع كله غائب، زائد حكيمي مصاب وكيتحمل الألم ديالو، ما استفدناش بزاف من السرعة ديالو. زياش مصاب، أمرابط نفس الشيء، إصابة، وغير الطاقم الطبي اللي كيدير مجهودات كبيرة باش كيشارك في المباريات. ثالثا أمير دولة قطر لم يحضر. معروف أن أمير دولة قطر حضر جميع المباريات المنتخب المغربي إلا مباراة النصف النهائي. أمير دولة قطر اللي دار بزاف مجهودات باش يكبر بالإسلام وينجح المونديال العربي الإسلامي بالرغم من إقصاء منتخبه، إلى أنه أول مرة مجاش يتفرج في الماتش المغرب ضد فرنسا، لأن رئيس فرنسا أكبر معادي للإسلام واكثر دولة دعت الى مقاطعة مونديال قطر. وراه كاينه ازمه ما بين فرنسا وقطر، وراه متوقع واحد فيهم ما غاديش يحضر وما غاديش يتكلم مع الاخر. حضور رئيس فرنسا الى نصف نهائي كاس العالم، انه معروف ان الرئيس ماكرون دائما ما كيحضر لمشاهدة منتخب فرنسا. كذلك وقع في سنة 2018، حضر في النصف النهائي والنهائي، حضر في النصف النهائي ضد المغرب وغادي يحضر في النهائي المترقب امام الارجنتين. وهذا الشيء انه كيدعي للفخر بالنسبه لقطر، لانه عيا ما كيقاطع في المونديال ولكن انه جاليه بز منه. نمشيو للحدث الخامس اللي هو اخطاء تحكيميه. صراحه كاين اخطاء تحكيميه، اولها عدم الرجوع للفار ولو لمره، وراه كاين جوج ضربتي جزاء للمغرب خصوصا ديال بوفال ولا يستحق كارت اصفر. هادشي بشهاده المحللين العالميين والتقنيين، مثال بي ان سبور، كاسياس، المحلل ارسن فينغر والكثير من المحللين. حتى الغلط ديال داري كان كيستحق ورقه حمراء، لكنه الحكم مرجعش للفار ولو لمره. الجامعة الملكية المغربية قدمت احتجاج كبير ضد هذا الحكم المكسيكي الذي أدار مباراة نصف النهائي أمام فرنسا. سادسا اللي هي حدث فيفا مورا ماتش فرنسا مباشرة أعطت المغرب شرف تنظيم كأس العالم للأندية 2022 اللي غيتقام في شهر واحد، وذلك ثناء على مشاركة كبيرة للمنتخب المغربي في كأس العالم ورفع الحظر عن تأشيرات المغاربة من طرف فرنسا. ووزيرة فرنسا قالت بلي المغرب ممكن ليه يعول على فرنسا في قضية دعمها للصحراء. والمترقب كذلك زيارة ماكرون للمغرب إن شاء الله من بعد كأس العالم. سابعا واش كاين شي مؤامرة ضد المغرب؟ اللي كيهضروا على مؤامرة أنا ما فهمتش منهم علاش. كيقولوا أن الفيفا ما بغاتش المغرب يقصي فريق أوروبي، ما عرفتش واقيلا واش بلجيكا واسبانيا والبرتغال ماشي فرق مرشحه لكاس العالم، واش ماشي فرق اوروبيه. نرجعوش ثاني الهضره ديال بيب فاش قال بلي كاينه مؤامره تحكيميه في المونديال دون الاشاره الى ذلك، انه قال بان اللقب مجهز للارجنتين. فكيفاش الفيفا انها باغيه الارجنتين هي دي كاس العالم، وكذلك رشحوا فرنسا كذلك بانها دي كاس العالم؟ اذا راه هادشي ما منه والو، ما كاينش شي حاجه. ثامنا حدث او تساهل اللاعبين. بزاف كيقولوا ان اللاعبين تساهلوا في اللعب، فاش كيبان لك سيس وحكيمي ومزراوي وامرابط داخلين بالاصابات كيبان لك في وجهه الالم لا اهم
ومقاتل، ما فهمتش انا والو. هادشي كامل من الماتش ديال اسبانيا، واللاعبين كيرغموا على انفسهم بانهم يلعبوا رغم الاصابات اللي مصابين بها. خلاصة القول، لا يسعنا الا الافتخار بالمنتخب المغربي ديالنا. تقاتلوا الى اخر رمق، هلكهم العياء والاصابات، وكاين فيهم اللي لاعب وكيعرج، وهذا دليل على الحب ديالهم للبلاد ديالهم والقتاليه اللي لعبوا بها. وهاد الهضره ديال المؤامرات ليس الا كاسيطه كتعاود بزاف ديال المرات كما تعاودت من نهائي 2004. قصاء ديال المنتخب المغربي من نصف نهائي كاس العالم لا اعتبره بتاتا فشلا، بل هو نجاح بحد ذاته كبير جدا. فشكرا للمغرب انها استطاعت تبدل العقليه ديال العرب وديال الافارقه، وترسخ في هذا الجيل القادم ان شاء الله عقليه الفوز، ولما لا الفوز بكاس العالم في قادم المشاركات. فشكرا وليد الركراكي، شكرا للمغرب، ونتمنى ان شاء الله مواصله هذا المنتخب، ونتمنى الخير ان شاء الله في القادم. ويجب علينا الحفاظ على هذه التركيبة البشرية ونشاط الجامعة المغربية والمدرب، ونكملوا الحلم ديالنا القدام اللي هو الفوز بكأس أفريقيا القادمة.